مشاهدي الفضائية المصرية، مساء الخير. كل سنة وانتم بصحة وسلامة يا رب وبخير. النهارده في سهرتنا يمكن السهرة تكون النهارده مختلفة شوية، هنقضي مع بعض وقت ان شاء الله يكون جميل. فيه هنتكلم عن الأغنية الشعبية. والحقيقة الأغنية الشعبية، وزي ما كتاب الأستاذ علي الشناوي مؤلف كتاب الأغنية الشعبية اتكلم فيها على انها الأغنية اللي كانت المنفس بتاع الشعب المصري البسيط وقت احتلال، وقت ضغوط سواء فقر او غيره، كان بيخرج بأغاني تخرجه عن الحالة النفسية اللي كان بيبقى فيها. والحقيقة الأغنية بعد كده اتطورت وبقت بتحرك كيان الشعب المصري كله الحقيقة، وبتشكل وجدانه. ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وفايزه احمد وغيرهم من فنانينا العظام، على قد ما كانوا بيقولوا قصائد باللغه العربيه الفصحى بتوصل للمثقفين والنخبه زي ما بيقولوا، كمان قدروا يوصلوا للشعب البسيط الغلبان، وقدروا يغنوا له اغاني جميله جدا جدا. السيده ام كلثوم لما كانت بتغني قولي ولا تخبيش يا زين، ايش تقول العين للعين، على حزب وداد قلبي يا ابويا، يما القمر على الباب، تمر حنه، البساطه او على البساطه الصباح، يا ولاد بلدنا يوم الخميس. اغاني جميله جدا. بيقول لك بعد كده ان الاغنيه الشعبيه اتطورت، ومنهم طبعا الفنان العظيم محمد عبد المطلب ساكن في حي السيده، محمد رشدي، كعب الغزال وغيره كتير، لغايه مدرسه عدويه. بعد تقريبا نكسه 67 ابتدت مدرسه عدويه تنتشر. والحقيقه عدويه كمان غنى الفنانين عظام سيد مكاوي وبليغ حمدي وغيرهم كتير. انور العسكري دي مدرسه تانية خالص، مدرسه الارتجال اللي خرج من عبايتها بعد كده شعبان عبد الرحيم وكتكوت الامير وحسن الاسمر وعبد الباسط حموده. ودلوقتي وصلنا المدرسه ممكن تكون مختلفه، فيها ارتجال، فيها خفه دم، بعض الاحيان بنستخدم فيها النكته اللي دمها خفيف، وبعض الاحيان بنستعمل معاها شويه رقص. في بعض الاحيان برضو في كلمات غريبه بنسمعها لاول مره، ومن سياق الاغنيه نقدر نفهم الكلام معناه ايه. مش هطول عليكم، انا عارفه ان انا طولت شويه، بس قلت اديكم فكره كده عن الموضوع. ليه تاريخ كبير. معانا النهارده المطرب حسام الشرقاوي، وكمان من الناس محبي الاغنيه الشعبيه. ازيك يا حسام؟ اهلا بيكي. ازيك يا استاذه ريم؟ كل سنه وحضرتك وانت بصحه وسلامه. انا هبتدي معاك على طول كده وهنتكلم على رمضان، عشان انا عارفه ان كان ليك في شغل في رمضان السنه دي. عملت انت حاجه اسمها حرافيش المحروسه وقصص الانبياء والمحروسه. عملت حرافيش المحروسه بطولتي والحاني وغنائي مع نخبه كبيره من النجوم، والحمد لله ثابت صدى كويس جدا. 30 حلقه في رمضان. دي ايه كانت الشخصيه عباره عن ايه؟ كنت عامل 30 شخصيه، شخصيه البنا، شخصيه صانع الارابيسك، شخصيه بتاع العرقسوس، شخصيه 30 شخصيه يعني. حلو قوي. كل واحد بقيت امثلها واغني له وانا ببيع بالشخصيه بتاعته. العرقسوس وانا ببيع عرقسوس بالشخصيه بتاعته، بحركاته، بغنى كده يعني. صانع الارابيسك وانا بدقدق خشب. يعني عاملين حاله كويسه جدا الحمد لله، عجبت الناس. وردود الفعل ايه؟ ردود الفعل الحمد لله، يعني الحمد لله يا رب. انا عمري ما عملت حاجه الا بفضل الله سبحانه وتعالى، الناس بتتقبلها مني جدا يعني الحمد لله. عملت قصص الانبياء في رمضان ده برضو. حاجه لسيدنا يوسف، حاجه لسيدنا محمد، حاجه لسيدنا ادم، حاجه لسيدنا ابراهيم عليهم السلام. الحمد لله يا رب ثابت صدى عالي جدا مع الناس. دي ايه كانت عباره عن ايه يعني؟ دي باقه دينيه نازله كده لحسام الشرقاوي مع شركه محترمه جدا، مش هقول اسمها طبعا كويس. عشان بس الحمد لله على جميع القنوات، وسايبه صدى كويس جدا. برضو دي من الحاني وكلمات الشاعر المتالق عماد عبيد. فكرته وكلماته بجد عماد عبيد شاعر هداف زي ما بيقولوا، ما شاء الله عليه يعني. والحمد لله نزلت ثابت صدى كويس جدا. ومسلسل المحطه الجايه بقى. عموما التمثيل ممكن يكون عجبك شويه، خدك شويه من انك انت تغني؟ لا هو انا بصي حضرتك، انا بمثل يعني. انا اصلا مطرب. يعني اي حاجه خلاف المطرب دي انا بعملها، مش اللي هم مش صنعه. يعني انا دلوقتي الحمد لله. اصل انت الشخصيات اللي بتقول عليها بائع العرقسوس، يعني كل شخصيه بتبقى مميزه وليها كلمات معينه. انا كليبات عايز تكون بتدارس الناس دي كويس وقاعد معاهم. لا ما تخافيش، انا الحمد لله دارس يعني يعني انا الحمد لله يعني الحاجه مجرد ما تعملها قدامي مره شكرا تلقطها. بلقطها. وما انا بخرج دلوقتي كمان بلحن. انا اصلا اكتر حاجه انت بتحبها ايه؟ هو انا حسام الشرقاوي المطرب. هو ده اهم حاجه. انا جاي هنا حسام الشرقاوي. طب قبل كده انت قلت انا بغني وخلاص، تطلع بقى اغنيه شعبيه، تطلع اغنيه رومانسيه. انا فعلا قلت ده في كذا برنامج. انا حسام الشرقاوي المطرب. يعني بغني. انت عايز تصنف صوتي شعبي اكون مبسوط جدا. عايز تصنفه اكتر برضو مبسوط. عايز تصنفه اقل، انا حسام الشرقاوي المطرب مش هتفرق معايا. شعبي اكون طبعا ليا الشرف.
اكتر من كده ليا الشرف، اقل من كده ليا الشرف. فانا حسام الشرقاوي المطرب، زي ما الناس تصنفني مش هتفرق يعني. حسام، في ناس بتستهين بالاغنيه الشعبيه ما زالت للاسف الشديد رغم انها انتشرت. وعلى فكره انا عايزه بس اعلق على الموضوع ده، تمام. يعني دلوقتي مش الناس البسيطه بس اللي بتسمعه، اذا كان تمام. سواق في عربيه نقل لا او لا عربية. الموضوع بقى منتشر دلوقتي أكتر. ناس حتى مثقفه بتلاقي عندها سي دي او اتنين تمام. في اغنيه شعبيه، وممكن يكونوا حتى حافظينها صم اوكي يعني. اوكي. حسام الشرقاوي الحمد لله انا بلعب مع حسام الشرقاوي مش عشان يعني انا بتعامل مع نفسي كأن انا حد تاني. ازاي بقى؟ بتقيم نفسك من وجهة نظر انا ليا 11 كليب الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، ما فيش ولا كليب فيه حاجه اسفاف. الكلام ناجح جدا. كويس. الاوديوهات انت قصدك ان فكره ان الناس ظلمت الاغنيه الشعبيه لان في بعض الناس دخلت فيها باسفاف وبعض الكلمات يعني خارجه ده في ناس مالهاش ما بتغنيش نهائي وبيقولوا الفاظ مش حلوه. فاحنا ملناش علاقه بيهم. انا كحسام الشرقاوي بعمل فن، بعمل كليبات محترمه جدا. انت قاعده مع ابنك مع بنتك مع اخوكي تتفرجي عليها بقلب جامد. كويس. مش مجرد ما تشوفي حاجه قلبي يا بنت لا ما عنديش انا كده. الحمد لله بركز، بعمل قصص هادفه، بعمل تفاصيل في الكليبات بتاعتي. تخرجي من الكليب لازم تكوني اتعلمت حاجه. حطيت نفسك في تصنيف معين او في مدرسه معينه من مدارس؟ لا هو انا المدرسه اللي انا بحس ان انا بحبها وفيها عبده الاسكندراني، احمد دعدويه الفنان الجميل، محمد عبد المطلب، محمد رشدي، محمد العزبي. انا دول اساتذتي ودول اللي انا مهما ابقى حسام الشرقاوي قد كده واقل او اكتر بعشقهم ومستحيل ما اغنيش ليهم. فدول بالنسبه لي الاهرامات بتاعتي يعني. محمد قنديل، الجيل القديم كله اللي هو العمالقه القدام. طيب عموما عشان الناس بقى اكيد تحمسنا تكون بتسمعك وتسمع حاجه، تحب ايه تغني لنا ايه؟ لايف، نقول حاجه لايف للناس. هم دايما في كل البرامج بيحبوا يسمعوا دايما حاجه قديمه. طيب كويس. فاقول لهم الحاجه اللي هم بيحبوها على طول مني وبعد كده ايه هنقول. تمام. بتخاصمني حبة وتصالحنا حب، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. بتخاصمني حبة وتصالحنا حب، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي اهدى، اهدى يا حبيبي. هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حب. جميل. اشمعنى الاغنيه دي بالتحديد؟ ولا انت عشان عرفت تلونها لا والله لا خالص. الغنوه دي عملت يعني في كل البرامج اللي انا بغني. يعني انا اول برنامج جيته الحمد لله، جيت في برامج كتير جدا، كنت اول ما قلتها سابت صدى. فلقيت الناس في الشارع انت كنت في برنامج كذا وحلوه قوي الغنوه اللي انت قلتها. انت فاهماني؟ فلما جيت في برنامج تاني لما طلبت اكتر من مره حتى كنت في برنامج من اسبوع كده رمضان برضو قالوا لك قالوا لازم عزيزه جمال. فانا بقولها عشان الناس تبقى ايه ما قصرتش في حق حد. وبعد كده هنقول بقى حاجات كتير ان شاء الله. حاجاتك انت بقى باذن الله باذن الله. انا عارفه انك انت دايما بتحب تصور اغانيك فيديو كليب. لا والله بتاعك كله بتاع ايه اسمه ايه؟ انا البومي حبه ملح كله مصوره. كله 11 اغنيه ما شاء الله. لا والالبوم 8 متصورين و3 خارج الالبوم. يعني 11 اغنيه 3 متصورين، 8 الالبوم متصورين كاملين. يمكن المطرب الوحيد في الوطن العربي الحمد لله اللي البومه كامل متصور. يعني معظم المطربين البوم غنوه، لا انا ال8. انت عارف مش الشطاره انك تصور ال8 المهم يبقوا حلوين بقى ولا ايه؟ برافو عليكي. ما هو بس يعني كل ما حاجه تتعمل تنجح وكل شويه الاقي كل غنوه ناجحه قوي فلازم تتصور. ما هو الناجح اللي بتصور. فالحمد لله يعني الالبوم كله اتصور وعاجب الناس جدا وال8 الحمد لله يا رب، وال3 اللي فوق الالبوم عاجبين الناس قوي. والحمد لله انا بركز دايما اعمل حاجات محترمه يعني وربنا بيعوض تعب الواحد خير الحمد لله. كويس. الالبوم ده لما جيت عملته بقى يعني قعدت فيه قد ايه تقريبا عقبال ما خرج للنور زي ما بيقولوا؟ الالبوم انا قبل كده نزل لي سنجل اسمه طالع لي فيها، قصه فيلم عنتر ولبلب دوت. يعني كنت بتنطط وبرقص، كنت عامل شخصيه الفنان الجميل شكوكو. ونزل ساب صدى جامد جدا الحمد لله. وبعدين عملت الالبوم مع شركه محترمه جدا برضو مش هنقول اسامي. البوم حبه ملح. في حاجه اسمها اشرب من البحر في الالبوم ده؟ في اشرب من البحر وفي ما كنتنيش. اشرب من البحر. وبعدين نرجع نكمل كلام تاني على يلا نتحدى بيها اللي يضايقنا.
قولي الكلمات بقى مين اللي لان الاغنيه الشعبيه دي اعتقد كلمه، يعني اهم حاجه فيها كلمه، بالعكس الالحان في بعض الاحيان ممكن تتشابه يعني، لكن الكلمه تحديدا هي اللي بتفرق بقى اغنيه حلوه عن اغنيه. لا هي الغنوه دي يعني عارفه زي ايه؟ حد انت عماله تصالحي فيه ويعني انت زهقتي، تحدينا بقى ولا ايه؟ لو زعلان اشرب من البحر بس بقى. على ما اعتقد دي الاغنيه الشعبيه الوحيده هي اللي بتجيب من وسط الناس وبتجيب من وسط كلمات الناس لازم. يعني بصي معظم الاغاني الشعبي بتيجي افيهات من قلب الشارع. يعني حبه ملح جاي برضو افيه الشاعر كتب وطلع الغنوه. فالاغاني الشعبيه ما فيش غنى عنها على فكره يعني. وبعدين اوقات برضو زي بعض الفنانين بيعملوا كده، بيبقى على حسب حالتهم هم المزاجيه، يقول لك انا عايز اغنيه المره دي تكون كئيبه شويه، عايز اغنيه حزينه شويه، عايز اغنيه. وانا عامل مولد جديد وانا الحمد لله دايما بحب برضو اللي الناس بتحبه كويس. حتى لو هو سلبي سنيه. عامل مولد جديد ده هيبقى حصر عندكم ان شاء الله. غنوه اسمها مني حقاني. كلمات المتالق احمد شريف والحان الهداف، انا مسميه الهداف على ابو نيم. مولد جميل جدا وبرضه في نطاق حسام الشرقاوي. كويس. يعني حد بيصلي وبيصوم وبيتقي الله وحد كويس جدا. بس انت قصدك ايه بحكايه حته سلبي دي؟ يعني هقول لك ازاي. يعني في مثل يقول لك مثلا شوف السوق عايز ايه. لا طب يا عم ده غلط، بس السوق عايز كده. انت فاهماني؟ فحاولت على قد ما قدرت. مين مقصود بمين السوق دي؟ يعني حته السوق دي مقصود بيها مين؟ مقصود بها الناس. يعني انا هقول لك على حاجه، يعني ما ينفعش انت تبقي بتغني قصيده، الناس دلوقتي مش قابله القصايد. وادانك ما انت بتفشلي، هتغني برضو والله قصيده. في ناس ربطت القصيده بالشعبي برضو، يعني عملتها باسلوبها بس باسلوب حلو يراقص اسلوب، يعني تفهماني؟ خففته شويه على الناس. خففته شويه على الناس. بس برضو الناس تعبانه، يعني مش محتاجه بقى تقعدي تزين الناس، برضو محتاجه حاجه دمها خفيف تخرجها من اللي هي فيه. محتاجين نضحك احنا اليومين دول وننبسط ونقضي. بس تضحكي تخرجي وتضحكي في نطاق حاجه محترمه، مش اسفاف. مش اسفاف ولا قله ادب ولا كلام خارج. كلام تبقي يعني انا اغانيه الحمد لله تتحمل على الموبايل تسمعها وانت يعني اغاني كويسه. عامل كمان درامات، بس احنا النهارده مش هنقول درامات كتير عشان الناس برضو احنا في عيد. يعني بلاش حبه ملح بقى. حبه ملح دراما. طب احنا عايزين الحصري اللي انت بتقول عليها حصري. مني حقاني. مني حقاني دي لسه طازه والله العظيم اول مره. يعني الشعب المصري كله اول مره غنوه مني حقاني. كلمات احمد شريف والحان على ابو نيم، هتعجبكم جدا ان شاء الله. كويس، حظنا دي الكليب بتاعها ان شاء الله بيتنفذ، يعني احنا بنفنش فيه. فده حصر هيبقى حصر عندكم. طب ممكن نسمعها دلوقتي معاك؟ دلوقتي حالا؟ ولا ايه رايك؟ عشان حصر انا عارفه انك انت ملح بالظبط قبل ما حد هياخدها. كل سنه وانتم طيبين. حاضر اوكي يلا. اشوف الحق بيضيع وما اقولش لا، عايزين نبيع ضميري، عايزين نظلم في غيري، عايزين نبيع ضميري، عايزين نظلم في غيري، وزي ما ترسلوا والعب بالبيضة والحجر واظلم في الناس والبشر، واكون استاذ في الجرح واكتب واتنطط وافتري وابيع في الناس انا واشتري واخون العيش والملح، العب بالبيضة والحجر واظلم في الناس والبشر، واكون استاذ اكتب وهقطع وافتري وابيع في الناس انا واشتري واخون العيش والملح.
هتغير في الدنيا ولا هبقى شطار. انا زي ما جيت فيك يا دنيا هخرج انسان. انا مش هتغير في الدنيا ولا هبقى شطار. ولا هبقى شطار. جيت فيك يا دنيا هخرج انسان. انا مش هتعلم ان اخون ولا غش، ولا همشي يا دنيا فيك بنتوش. عايزين نشوف الحق بيضيع وما اقولش لا. عايزين نبيع ضمير، عايزين نظلم في غير، عايزين نبيع ضميري، عايزين نظلم في غير. وزي ما ترسى نقع والعب بالبيضة والحجر، واظلم في الناس والبشر، واكون استاذ في الجرح، واكذب واتنطط وافتري، وابيع في الناس انا واشتري، واخون العيش والملح. هلعب بالبيضة والحجر واظلم في الناس والبشر، واكون استاذ اكذب واخدع وافتري، وابيع في الناس انا واشتري، واخون العيش والملح. حظنا كويس. يلا اول مره تتذاع عندنا احنا. لسه ده هتصورها قريب بقى؟ حصري ده خلاص احنا بنظبط الكليب مش بتاعها. عايز تقول فكرتها هتبقى عامله ازاي ولا؟ فكرتها هي اخراجي على فكره. برضو انت ايه حكايه الاخراج؟ يعني ازاي انت فكرت انك انت تخرج يعني؟ بصي هو الاخراج بيقول لك دوت. ادي العيش لخبازه ولا ما ايه؟ ادي العيش لخبازه، انا اديته لخبازه كتير. وما لعبط نجحش؟ العيش. عجنه. العيش اتحرق جوه الفرن. ايه اللي حصل بقى؟ والله مش حاجه، والموضوع بس ان انا يعني الغنوه لما بغنيها بحس كلامها كويس. فبعمل لها ستوري بورد او فكره. تمام. فلما باجي حد يترجم الموضوع، لما باجي اقول له فكره ممكن تبقى صعبه عليه، ممكن هو مش بروفيشنال قوي، مش عارف توصل له يمكن الفكره او الفكره لا بوصلها له بس بتبقى عايز. بيستسهل. فانا الغنوه دي عاملها حد كويس جدا، بيصلي وبيصوم واهله علموه وهو صغير يقرا قران. كويس. حد كويس جدا شغال في شركه، فبيجي له الرشاوي وبيجي له بقى عقود كده يخلصها وحاجات، بيرفض، بيبداوا يتحدوه، يخطفوا بقى بنت. انت عاملها دراما يعني؟ دراما. فيها حبكه دراميه. بص هي دراما، بس الرقص اللي جوه دوت هعمل حركه حلوه، كأني في يوم معدي كده ولقيت فرح وبتفرج على الفرح. اللي الرقص ده جوه الفرح مش انا. انا ما ينفعش ابقى بعيط وبرقص. ايوه. فهخلي ده جوه الفرح نفسه. فعامل فكره جميله ان شاء الله هتعجب الناس، او هيتعلموا منها برضو ان ايه، لازم البني ادم يبقى عنده عادات وتقاليد. يعني ممكن الغنى تبقى فيه موهبه وانت حبيت تزود دراسه ماشي، لكن لا، الا أنا دارس. الاخراج. أنا دارس. يعني الاخراج تحديدا ده بص اقول عايز لك على حاجه، دراسه اصلا دراسه مالهاش حل. ما بخرجش فيلم المصير يعني. ده كليب. الكليب ده بيبقى ستوري بورد وافكار، يعني من الموضوع كده مش مخرجين الكليبات هيزعلوا منك بعدين. ليه هيزعلوا مني؟ لان طبعا بقى الموضوع بصي، صعب مش سهل. المخرجين الكليبات في ناس بروفيشنال 5 نجوم عارفين نفسهم، انا ما بتكلمش عليهم. كويس. ولا بتكلم على اللي اقل منهم، في انا ناس قصدك بتكلم. مدعين بقى الله ينور عليك، ما ينفع بس هو ده اللي انا اقصده. فانا والله انا مش يعني الاخراج دوت انا لنفسي بخرج لنفسي، يعني حتى ما يجي واحد صاحبي يعمل لي اقول له لا ابعدني عشان ما حدش يزعل. فانا ليه؟ لان انا بعرف اطلع تفاصيل شغلي، بعرف اطلع اللي بيعجب الناس، وانجح شغلي الحاجات اللي اخراجي. ليه؟ لان انا بحس الحاجه يعني حبة ملح بقى، ايه الاغنيه اللي حسيت انها تعبتك قوي في تصويرها او اخراجها؟ حبة ملح هو الحمد لله الاغاني اللي انا حسيت ان هي هتنجح قوي نجحت. حبة ملح دي مش عايز اقول لك، هي يعني الاغنيه نفسها حبة ملح دي من الحاجات اللي انت تعبتك او طورت معاك؟ مش تعبتني، يعني الاوديو اللي عجبني، وبجد بوجه شكر الملحن والمؤلف عليه، يعني غنوه جامده قوي. ما خنتنيش برضو نجحت نجاح ما شاء الله، يعني يا ريت كل الاغاني تنجح زي الاغاني دي. عايز حاجه تاني برضو نجحت جدا، اشرب من البحر ما يقوى يفتوى، الكليب فكرته وتفاصيله وعجب الناس قوي. ما انا بقول لك الحمد لله انا يعني يمكن في فتره قليله جدا بقيت في مكان كويس بفضل الله سبحانه وتعالى، بسبب جهدي وبسبب ان انا بركز، بسبب تلاقيني قاعد مع بتاع المونتاج، تلاقيني مع المخرج هتعمل ايه؟ لا اعمل دي، اختلفنا اروح انا اخرج. انت فاهماني؟ فما بسيبش شغلي. تلاقيني دايما يعني مدقق في كل حاجه، وبعمل حاجات الحمد لله بتنجح، يعني الحمد لله يا رب. تمام. الغنوه دي بقى اللي هي كمان حقاني برضو، يعني انا خرجت الكارير اللي انا فيه بحاجه برضو حسام. في كلام هنا فيه انت سمعتيه فيه اي حاجه مضايق؟ لا بالعكس. حد كويس بس الناس كلها ضده،
يعني بيقولوا عليه انت مجنون عشان انت يعني هو عاقل، بس عشان هو صح وكويس يقولوا له ما حدش في الزمان ده بقى كده. كويس. طب اعمل ايه؟ قالوا له اكذب وافتري ودوس على الغلاب زي ما انت سمعت. فبقول لهم لا، انا مستحيل اعمل دوت. كويس. يا فبيخطفوا رب بنتي كل بقى. الناس تبقى يعني تقول لا برضه. يا طب رب. حسام هسيبك ترتاح شويه، نطلع فاصل ونرجع تاني. طب اوكي. اتفضل. المحطة الجاية جوه القطر الكبير شفت الغني والفقير، جوه القطر الكبير شفت الغني والفقير، وشفت حاجات كتير بتخلي العقل يطير. انا شفت يا ناس بعينيا حاجات غريبة عليا، ناس طالعة وناس نازلة في المحطة الجاية. المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية. وطلعنا خلاص عالجيزة وسمعت حكاية لذيذة، واحد بيضيع وقت والتاني مشغول بعياد، ودخلنا على العيار والقطر اتمالى وزاط، واحد طالع بعياله مخنوق مش عارف ماله، هينزل ويسيبهم في المحطة الجاية. المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية. ووصلنا لبني سويف والجو كان صريح، وادينا وصلنا مغاغا وسمعنا هيصة وغاغا، ولما وصلنا المنيا انا شفت يا ناس حاجة تانية، واحد قاعد ومراحرة والتاني على القطر مسطع، كان نايم وهيصحى في المحطة الجاية. المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية. عدينا على بني مزار والقطر هزار في هزار، وده بيبكت وده بينكت، وده الدنيا شالت وحطت، وانا نازل على اسيوط طلبت انا شاي مظبوط، كان واحد قاعد جنبي وعامل لي فيها اللمبي، وده حالف ما هينزل في المحطة الجاية. المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية. ولقيت القطر هاد اول ما وصلت زواج، وناس بتودع ناس وناس بتقابل ناس، على هنا بلد الغناوي مدد شلاية قناوي، رجالة ولاد رجالة ودي مش عايزة أولا، قابلونا وصلونا للمحطة الجاية. المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية المحطة الجاية. ودخلنا ناس على اسمنا والعمدة كان نامسنا، نبوته في ايديه والكل قاعد حواليه، اما النصر شايفنا كل العالم عارفينها، سواح فيها رايحة وجاية، الأقصر دي غالية عليا وحاسبها ما انا نازل في المحطة الجاية. المحطة الجاية. رجعنا لكم مرة تانية ومعانا لسه المطرب حسام الشرقاوي. حسام رجعنا لك تاني تكون ارتحت شوية وانا عارفه اصل الغنى برضه لا 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 والله انا عمري ما اكون لما بكون في مكان انا بحبه، وانا طبعا ليا شرف كبير جدا ان انا في التلفزيون المصري مع مذيعه متالقه زي حضرتك استاذه ريم، بجد والله الفضائيه المصريه انا ليا الشرف، وبجد مبسوط ان انا في مكان يليق، انا مبسوط ان انا معاكم والله العظيم. ربنا يخليك يا فعمري ما اتعب وانا مع اساتذه كبار زي ربنا يخليك برضه استاذ هيثم. طب قول لي الاول انت انت عارف طبعا الناس من وقت لتاني تحب ترجع للقديم شويه وترجع تاني انا بعشق القديم. طب كويس وجاهز معاكم، يلا احنا اغاني قديمه للصبح. طب يلا احنا عايزين نقول حاجه قديم. نقول ايه يا عم الطالب؟ نقول زي ما انت عايز. شفيق جلال نقول طيب. أمونة بعت لها جواب
أمونة ولا سألت فيا، أمونة بعتلها جواب. أمونة ولا سألت فيا، أمونة ايه الأسباب؟ أمونة ما ترد عليا، على كيفك على كيفك إن شاء الله ما ردت عليا يا أمونة. علمتيني الحب ازاي وانا كنت اصلي ما جربتوش. علمتيني الحب ازاي وانا كنت اصلي ما جربتوش. لو الحب هيمشي وراي حسيبه ولا كلمهوش. اتمسكنت بجين احباب، اتمكنت بتلعب بيا. أمونة ايه الاسباب؟ أمونة ما ترد عليا، على كيفك على كيفك إن شاء الله ما ردت عليا يا أمونة. يا سيدي جميلة. قصة الأنبياء، معلش أنا مش قادرة أفهم يعني إزاي قصة الأنبياء تيجي مع الأغنية الشعبية أو كده. لا ما تقوليش ايه الغناء الشعبيه، المطرب دوت زي الآلة بتعزف اي حاجه. ما تقوليش ازاي المطرب شعبي بيغني ديني. ما كل العظماء اللي قدام الشعبيين بيغنوا ديني كويس. فالقصة الانبياء دي باقه دينيه نزلت لي في رمضان يعني الحمد لله. يعني كنت بتعمل التتر بتاعها الاولاني ولا اغاني فواصل؟ لا هي بص هي الفكره ولا هي كلها لا هي أغنية؟ فكره المتألق عماد عبيد كلمني قال لي في حاجه اسمها قصص الانبياء. كويس. كل نبي بنتكلم عنه. تمام. بنحكي اللي حصل له بس بغنى بقى. تمام؟ كلها يعني من اولها لاخرها؟ لا مش كل الانبياء يعني. لا انا قصدي القصه من اولها لاخرها بالغنى، ما فيهاش تمثيل او يعني حاجه. ما انا مثلا بحكي لك عن سيدنا يوسف اخواته رموه لا هيبقى بغنى بقى. مثلا. طب ما تقول لنا تسمعنا اي جزء منها. عايزين تسمعوا جزء منها؟ يا ريت. هي موجوده كليبات والناس كلها الحمد لله ناجحه جدا وحافظاها. كويس. مثلا سيدنا يوسف فتني العيون بجماله كان شأنه أيوة كبير، غدروا ببراءته اخواته ورموه في قلب البير. فتني العيون بجماله كان شأنه أيوة كبير، غدروا ببراءته اخواته ورموه في قلب البير. وبقدرة الرحمن وعشان في قلبه إيمان، وبقدرة الرحمن وعشان في قلبه إيمان، البير بقاله أمان بقى تحت رجله حرير. وبقدرة الرحمن وعشان في قلبه إيمان، البير بقاله أمان بقى تحت رجله حرير، بقى تحت رجله. مين اللي كاتبها بقى دي؟ كلمات عماد عبيد يعني حاجة. مين اللي كاتبها بقى دي؟ كلمات عماد عبيد والحاني. وهو اللي قال لك، هو اللي اتصل بيك والحانك انت؟ هو كلمني قال لي الناس بتحبك في الدراما. فالناس هتصدق ده معاك. مع حسام الشرقاوي، لان طبعا انت ما بتقولي كلمه حساها بتوصل للناس. واول مره تلحن ولا لحنت قبل كده؟ لا لحنت حرافيش المحروسه كلها. انت 7 صنايع بس الضغط مش ضايع. بسم الله ما شاء الله. لا مش ضايع، بس ده يعني فكره اصل حاجات كمان يعني مش بصي مش قليله يعني. لا انا والله العظيم انا دارس مزيكا والحمد لله فاهم. انا سياحه وفنادق ومعهد موسيقى عربيه. دخلت معهد موسيقى؟ دخلت معهد موسيقى اللي هو الحر. كويس. ودخلت في ايه؟ دخلت تخصص ايه ولا صوت وبخصوص اصوات. درست عود ودرست نوته والحمد لله كويس فاهم. فاهم مزيكا. طب بالنسبه لك انه تلحن دي حاجه مش ده دراستك؟ دراستي. بص هقول لك على حاجه. ما خرجتش عنها. ال7 صنايع والبخت ضايع لما يكون مثلا انا بقول غلط او حد بتدخل في حاجات مش بتاعتي. فانا الالحان المطرب ما بيمثل وبيلحن وبيعمل كل حاجه بس ناجح. اوكي ما لحنش كل حاجه. انا عامل برضو حاجه الحاني اسمها ضحكت عليا ببراءتها، كلمات عماد عبيد برضو هتعجب الناس قوي. عامل كام حاجه كده في الالبوم. طب وحدايا الاهرام دي ايه قصتها؟ حدايا اقول لك. بصي حدايا الاهرام ده افيه كان معمول في فيلم. انا ما بغنيش الحاجات اللي هي يعني ايه برضو ما فيهاش اسفاف نهائي، بس ده افيه كان لفيلم.
حدائق الاهرام، حدائق القبه، حدائق الزيتون، حدائق اي حد من النهارده يذلني، حد فتح طب صدره عايزين يعني. نسمعها دي. نقولها؟ يا ريت لانها ظريفه يعني. حدائق الاهرام بقى عشان عشان المناطق عندنا بتعلق، يعني الاغاني اللي فيها مناطق دي الناس بتبقى مبسوطه قوي. عشان بقى حدائق الاهرام وحدائق القبه وحدائق أيوة القناطر طبعا. يفرحوا بقى، وكل سنه وهم طيبين. طبعا كل سنة عشان وأنت نسمع طيب. حدائق الاهرام. انت ليه على طول قافشني، كل يوم بلاقيك راوشني، قول لي ليه دايما تاوشني، قول ولخص في الكلام. انت ليه على طول خانقني، كل مرة بتضايقني، قول لي ايه خلاك لازقني، قول يا عم دفعت كام. حدايق الاهرام، حدايق المعادي، حدايق الزيتون، وحدايق اي حد من النهارده يذلني. حدايق حلوان وحدايق القبان، حدايق القناطر، مش هدي فرصه تاني لاي حد يخمني. هطقطق في صوابع ايدي والطرش هصدرها يا سيدي. اطقطق في صوابع ايدي والطرش هصدرها يا سيدي، هكسر في القفص الصدر، ده انا مخي مقفل وسعيدي. حدايق الاهرام، حدايق المعادي، حدايق الزيتون، وحدايق اي حد من النهارده يذلني. حدايق حلوان وحدايق القبان، حدايق القناطر، مش هدي فرصه تاني لاي حد يخمني. هي دي تبقى اشتغالة ولا لسه انت بغزالة؟ ده انت اندل من ندالة، حتى دمك ده تقيل. انت ليه ماشي مراقبني؟ انت ليه على طول راقبني؟ خلي بالك بتلعبني وكله طالع في الغسيل. حدايقك لو تفكر يوم في مرة تبصلي، وهتخرب لو تعاكس اي واحدة تخصني. حدايقك لو تفكر يوم في مرة تبصلي، وهتخرب، لو تعاكس مرة واحدة تخصني. عشان ده هو اخرك يا حبيبي ترصلي. هطقطق في صوابع ايدي والطرش هصدرها يا سيدي. اطقطق في صوابع ايدي والطرش هصدرها يا سيدي، هكسر في القفص الصدر، ده انا مخي مقفل وسعيدي. حدايق الاهرام، اهرم اهرام حدايق المعادي، المعادي، حدايق الزيتون، وحدايق اي حد من النهارده يذلني. حدايق حلوان 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 حدايق القبان، القبان، حدايق القناطر، مش هدي فرصه تاني لاي حد يخمني. جاي صاحي كمان وفاي، مية مية وجاي راي. هتضايقني كمان حدايق ضرب من تحت الحزام. انت ليه بتقلبها عادة كل مدى في الزيادة؟ انت ايه بتشربها سادة ولا ناوي تروح تنام؟ صدقني انا اللي زي ما يتضربش على القفا. لفتها كعب داير يعني بطل لفلفة. صدقني انا اللي زي ما يتضربش على القفا. لفتها كعب داير يعني بطل لفلفة. اقعد لي في حتة ناشفة وبطل خطرفة. هطقطق في صوابع ايدي والطرش هصدرها يا سيدي. اطقطق في صوابع ايدي والطرش هصدرها يا سيدي،
محفظ الصدر، ده انا مخ مقفل وسعيدة. حدايق الأهرام، اهرم اهرام حدايق المعادي، حدايق الزيتون، وحدايق اي حد ان النهارده يذلني. حدايق حلوان، حلوان حلوان حدايق القبان، حدايق القناطر، مش هدي فرصة تاني لأي حد يخمني. احنا يعني النهارده كان لينا اغنيه حصري اهو الحمد لله. المرات اللي جايه ان شاء الله كمان يكون في اغاني جديده يا رب. وتصوير ميرسي جديد. ليك يا استاذه ريم، وميرسي طبعا أنا للكاست بشكرك، اللي زي ربنا الفل. يوفقك. استاذ هيثم بطار المخرج، تحياتي وتحياتي للجميع، وكل سنه وانتم طيبين، وأنت ودايما بصحة ان شاء الله وسلامة. انكم تكونوا متالقين باذن الله. ربنا يخليك. كل سنه بشكرك وحضرتك شكراً طيبه. جزيلاً. شكرا ليك يا فندم. هيطلع لفاصل لكن خليكم معانا، لسه فقرات معانا. في واحد عايز يجي يقابل حضرتك.